يسعد مساكم يا حلوين، ولا يسعد صباحكم. كيفكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. عملت مقلوبة هيك شوي على الطريقة السورية، يعني انا بعملها بخضرة دائما، بس بالنهاية برجع للاصل. اصل المقلوبة شو هي؟ بالباذنجان. فبتمنى انه تجربوا الطريقة. اللي ما بيعرفها انه بس بباذنجان لازم تجربوها، بتصير بلحمة وبتصير بجاج. انا والله شو بتوفر عندي بساوي. هلا انا عملتها اليوم بجاج. مبدئيا معلقتين سمنه مليانين هيك يكونوا باسفل المقلاي. بحب هيك شوح الدجاج، وبعدين بسلقه. بشوح شوي نص تشويحه، وشيء انه يلطش حمار، وبقلي معه بصلة هيك مشان الزنخة. وخلصت. هلا ضفت المي السخنة عليهم، وما لازم نضيف يعني مي باردة مشان ما تكزي اللحمة، يعني بتصير تطول لتستوي. وبلشت اقلي الباذنجان، حضر يعني لبين ما يستوي الدجاج. هون شو بيطلع شوائب بشيلها، يعني ليك تطلعوا. انا لاني هون قليت الدجاج ما طلع كتير شوائب، وبتصير مرقته عن جد الدجاج دمعة. جربه. فمثل ما قلت لكم انا شو متوفر عندي؟ لحمة دجاج بساوي. حطيت حبوب من الفلفل الاسود وشوية هيل مطحون، بس نسيت صور الهيل المطحون، يعني حطيت نص معلقة صغيرة. هون بعد ما قليت الباذنجان وعندي تقريبا 4 كاسات رز، سطرت هيك الباذنجان مثل ما انتم بتسطروه بهالطريقة. وهون فتفتت الدجاج، يعني أنا بحب أحط بقلبها دجاج وعلى الوجه صحيح. فهون نقعت أنا 4 كاسات رز، غسلتهم كتير كتير منيح. وشوي من الباذنجان كمان المقلي حطيته بمرقة الدجاج مشان هيك يعطي لون للمرقة. كتير بيعطيها لون حلو للمرقة. ومعلقة طعام فلفل أسود، يعني برشها هيك على أقسام. كل ما طبقت برش فلفل أسود. رجعت كمان هون حطيت طبقة رز، طبقة باذنجان، طبقة لحمة، والمرقة. ضفت لكل كاسة رز كاسة مرقة عالضبط. وهيك لازم يكون المي أعلى من الرز بسنتيين عالضبط، مثل ما كنت شايف. والمقلوبة انتو كيف بتساووها؟ أنا أحيانا بساويها بزهرة وبطاطا وباذنجان. وقت اللي بساويها بالخضرة دائما بقلي لها هيك نص قلية بطاطا وبندورة، ما بكتر، يعني قرص بقرص تشكيلي. وكتير طيبة بتطلع. واحتاجت معي معلقة ملح حطيتها، وعليت الغاز على أعلى درجة حرارة هون لنشفت المي، يعني لصارت الرز والمي على سوا بعضه. هون مثل ما شايفين هيك غطيتها وهديت الغاز على أهدى درجة حرارة، يعني على الصفر. يعني هون نحن غازاتنا، أنا غازي أقوى درجة على 12، خليته على 4. دائما أقل 6 درجات. وما فتحتها أبدا أبدا لمدة ربع ساعة، ورجعت قليتها بشوية سمنة، معلقتين سمنة طيبة. طلعت ما في أطيب منها وما في أذكى منها. هون صارت معاي بعد ما هديتها ربع ساعة وقلبتها لقلبي هاي، وطلعت قالب مثل قالب الجاتو، شي بشهي. وكل رزاية برزايتها. بتمنى يكون عجبكم الفيديو، ولا تنسوا الاشتراك بقناتي وفعلوا زر الجرس على كلمة الكل حتى يوصلكم كل جديد من طبخاتي ووصفاتي. ويسعد لي قلوبكم يا طيبين. كل ما شفتوا فيديوهاتي حطوا لي لايك وشيروا الفيديو لأصدقائكم وأقاربكم، والسلام عليكم.